مراسلنا حيدر صالح في هذا التقرير. لم تفارق صورة عشيقها منذ أن غادر الحياة سنة 1995. قصة بطلتها سيدة اسمها العنود، ولها من العمر 135 سنة. السيدة البدوية حدثتنا عن ثنائية غرام مع زوجها مجبل صاحب المهرة البيضاء والمشهور بشجاعته في الوسط البدوي. ولسه بعدش تحبين؟ أحب العدو يحبها. وما جيت فارقين صورته؟ لا ما فارقة. أشوفها صورته يمك يعني يما توسد وسادة حطها. حطين صورته يمك وتنامين؟ يمي وانام. يلا تاخذ عيني نوم، ولا وقعدت بلعب ولا مشيت بلعب. هان غديت اروح للأعراس هذيك امهات صالانات. تراقب السيدة العنود نشرات أخبار العراق والعالم كل يوم، ولها رأي في السياسة والأخبار، فلا يزال صندوق ذاكرتها مليء بما عاشته من حقب سياسية منذ الاحتلال العثماني للعراق وحتى الآن، ولها رأي بالأحداث المعاصرة. وهاي الحرب ويا داعش ايش تتوقعيها حجية؟ داعش هو مغسول، هو داعش مغسول، ويانا داعش من بعيد مننا وبنا، ما يانا من بعيد. من يواطننا حنا؟ ما حد يواطننا، عراق من يواطنوا؟ يجون ينبحون محشوم انت مثل الكلاب ويعايزون ويمشون. زي تتوقعين ذولا شو يردون من عندنا؟ يردون نفطاتنا، شو يردون؟ يوم شالوهن بالسيارات. تتربع العنود على عرش التفرد في العالم بكونها الوحيدة التي تبلغ من العمر 135 سنة، فهي جديرة باقتحام موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر معمرة على كوكب الأرض. أنا ما أروح لا خارج ولا أخاف من الطبيب. انقص إصبعي هذا ما رحت للطبيب ولا ضربت له إبرة. لم صار بالسكر وصار عيوني غديت ما أشوف، يلا رحت للطبيب. إبرة عمري كله ما ضاربه. رغم أنها طاعنة في السن إلا أن الحاجة أم تركي تجمع بين القدم والحداثة، فهي تستخدم موبايل جالكسي 3 للاتصال على أبنائها وأحفادها وأبنائهم، كما أنها تؤرشف صورهم فهم يزيدون عن 300 نسمة. حيدر صالح، قناة آسيا، النجف الأشرف. أول شيء أنا أكون جدا سعيدة بوجود حيدر، لأن تقاريره جميلة يعني تسعدني.